اللي بعد كده كندا وفاز على بلجيكا. خدوا السكه من عندنا. الفقره اللي جايه ان شاء الله هنشوف القصه ماشيه ازاي، لكنه انا بتكلم على منتخب ادى مبارياته بمنتهى القوه، تصدر مجموعته رغم عن انف كل المنتخبات اللي موجوده معاه في المجموعه، مع المصنف رقم وفاز 2-0 مش واحد بالصدفه. على المصنف الثاني عالميا المنتخب البلجيكي. ما احنا لما فزنا عليهم في المباراه دي هنا قلبنا الدنيا، بس قال لك خلاص. المنتخب المغربي فاز عليه رسمي في كاس العالم في اقوى بطوله على كوكب الارض. ادالهم درس في علم التدريب في كره القدم الحديث. صحيح. علمهم درس قاسي لغايه الوقت. المدير الفني بيقول هم ازاي لعبونا بالطريقه دي وازاي كسبونا. يعني العلم الحديث اللي هم تاني العالم، اللي وصلوا لتاني العالم. الاجابه سهله على فكره، انه ازاي يجيب الماتش ويتفرج عليه تاني هيعرف كسبوه ازاي. هو فعلا قاعد يسال نفسه الراجل ده اسعد واحد في الدنيا. لا ما ده انا من الناس اللي مياله للمدرب الوطني. هو اللي بيفهم كاريزمه اللاعب بتاعه، هو اللي بيفهم كاريزمه اللاعب العربي، عارف الشعب اللي بيلعب له، عارف هو عايز ايه ويقدر يستحمل ايه ويقدر لا يتجاوز عن ايه. اما الاجنبي بيتعامل معامله معينه، بيبقى له تارجت معين، عكس الوطني. في فرق شاسع بين ده وده. ده فاهم حضرتك، فاهم سياستك، فاهم دماغك، ازاي يتعامل معاك نفسيا، ازاي يرتقي بيك، ازاي يقفل عليك، ازاي اللاعب يتقبل منه لو هو عمل، امتى يتقبل منه وامتى ما يتقبلش منه، عكس الاجنبي. بدليل احنا كمنتخبات ما بنظهرش الا في البطولات المجمعه اللي هي بنمشي ستيب باي ستيب. اللعيبه دي رجاله قوي طبعا. طبعا اللي عملوه ده ثبت. اذا كنت متحيز ليهم، لانه بجد الحكايه مش بس علم كره قدم ولا التزام. انا بعتبره مسؤوليه كبيره جدا، وبحط قبل كل الكلام ده كله دعاء الامهات ليهم. وده اللي يعني خليل زيتش قبل الراجل ده مثلا كان زياش مش موجود في المنتخب، مش عايزه في المنتخب، شايفه مش كويس. حكيم زياش مش شايفه، لا، وحطه في دماغه وعامل بالعند ومش عايز يحط في المنتخب. انا ما شفتش لعيب في المنتخب المغربي سواء لعب او ما لعبش الا وكانه شايل جبل على كتافه. ده حقيقه، ده اللي ظهر عليه، متحمل مسؤوليه. مش بس مدير فني موجود وبيديهم تعليمات، انا شايف لعيبه مسؤوله عن كل تفصيله موجوده داخل ارض الملعب. هو شاعر بحجم المسؤوليه اللي ملقاه على عاتقه، وبالتالي بلغتنا هنا زي ما بنقول رجاله في ارض الملعب طول الوقت، رجاله. ده حقيقه، ده فعلا كانت منظومه. كل اللي بره ما كانش حد كان غيور على اللي جوه اكتر من اللي جوه. انت تشوف فرحه الاحتياطي اللي على الدكه بعد الهدف الاولاني والثاني، اما جروا على اخر الملعب من الناحيه الثانيه على زميلهم علشان يهنوه. ده يدل على مدى الشعور بالمسؤوليه واثباتهم، وعايزين يعملوا حاجه لمنتخبهم ولنفسهم ولبلدهم. لا خالص، مفيش خلاف في ارض الملعب. مع العلم كلهم لاعيبه كبار ومحترفه في انديه كبيره. صحيح. جدا. صحيح. وكل لاعب له ثمنه شويات قد كده. صحيح. يعني بيلعبوا في اعلى انديه العالم، مش انديه مثلا اللي بيلعبوا في الدوري المغربي، لا، 3/4 من 90% من انا اسف انا بقطع كتير، بس في حاجات ملفته للنظر. البنت الجميله المغربيه اللي موجوده على الشاشه دي بتتكلم بالقوه دي وبالحماس ده، وهي فخوره وراسها مرفوعه للسماء علشان اللي عملوه اللعيبه في ارض الملعب. بس ما يمنعش ان المخرج بتاع المونديال ذوقه ماشي، مفيش مشكله. بس هي الفكره في ايه؟ انه اللقطه دي ما كانتش تبقى موجوده طبعا الا ما يبقى المنتخب في المكان ده، المنتخب المغربي في المكان ده. والحاجه الحلوه برضو من اجواء المونديال بتاعه مباراه المغرب، شعور العرب والتفاف العرب حوالين المنتخب المغربي باختلاف انتماءات العرب. ده حاجه بسطتني كتير. لو حضرتك شفت هتلاقي ان التفاف واحساس ان كل العربي بقى فخور بفي منتخب وطني عربي طلع وكمل لدور ال16. فزي حضرتك اللي هو ان احنا ما قدرناش، بس ده قدر وكمل واحنا وراه، فكل العرب التفت حوالين المنتخب المغربي.